الفريك عالدجاج وصفة كتير طيبة. تعالوا شوفوا كيف حضرتها. أول شي عندي لوز وكاجو قليتن بالزيت يلي بدي أعمل فيه الفريك، كتير بيعطي نكهة طيبة لما تقلوا القلوبات بالزيت اللي بدكن تحضروا فيه الطبخة. بعدين زدت بصلة كتير ناعمة وحص ثوم واحد قليتن شوي، رجعت ضفت فوقن كمية الفريك كباية ونص حطيت فريك، انتو قد ما بدكم فيكم تحطوا. قليتن وضروري كتير تقلوا الفريك بالزيت او المادة الدهنية. بعدين بضيف فوقن ربع ملعقة صغيرة هيل ناعم وبس، ما بده اي شي تاني. الفريك لحاله نكهته طيبة، ما بحاجة تضيفوله بهارات. بعدين بتضيفوا مرق الدجاج، ضيفوا المرق الدجاج غمرن بس. نوع الفريك بيختلف من نوع لنوع، في نوع بياخد كتير مي، في نوع لا، فأنتوا بلشوا بهيدي الكمية، وإذا حسيتوا ما استوى بترجعوا بتزيدوا مي تدريجيا. وأكيد ملعقة ملح. وهيك من بعد ما مرق 20 دقيقة كان استوى، قدمته مع الدجاج على الوجه. حطيت رشة قرفة ناعمة على الوجه لحتى تعطي طعم طيبة للدجاج. وأكيد القلوبات يلي قليناهن فيكن تقدموها مع سلطة أو مع لبن، وصفة كتير طيبة، جربوها وألف صحة.